انا متاكد انك بقالك سنين بتحاول تتعلم انجليزي ومع ذلك مش قادر تتكلم بطلاقه. ركز معايا 20 ثانيه وهقول لك على الحل. الحل بسيط جدا، هو اسلوب الشادوينج. طيب ايه هو الشادوينج وليه هو اسرع طريقه للطلاقه؟ الشادوينج هو انك تسمع جمله من نيتيف سبيكر، يعني متحدث اصلي، وترددها فورا بنفس الطريقه. عايزك تبقى مالي، لو وقف معاه، لو شد على كلمه شد على الكلمه معاه، لو غير نبره صوته غيرها زيه بالظبط. الفكره هنا انك تدرب لسانك وودنك مع بعض لغايه ما مخك يستوعب الجمل دي تلقائيا وتبدا تتكلم بطلاقه من غير ما تترجم في دماغك. بعد كام اسبوع هتحس ان الانجليزي بيخرج منك تلقائيا كانك مولود بيه. بص بقى معايا الفيديو ده ستيف كوفمان، واحد من اهم اساطير تعلم اللغات في العالم، بيتكلم 20 لغه، وهنا وهو بيعمل شادوينج عشان يتكلم عربي. وخد بالك العربي يعتبر من اصعب 5 لغات في العالم. يوسف ومراته عندهم ولد وبنت، هم متحمسين جدا عشان هيكون عندهم بيبي كمان. طبعا من اهم التكنيكس اللي ستيف كوفمان بيعتمد عليها عشان يتكلم عدد اللغات الرهيب ده. واخيرا ده احد طلابنا وهو بيعمل شادوينج مع الكتاب بتاعنا. How's it going? How's it going? How's it been? How's it been? How is everything? How's everything? How have you been? Have you been? How you been? How you been? How's tricks? How's tricks? شوف، عشان الشادوينج يشتغل معاك بكفاءه لازم تتدرب على جمل حقيقيه مستخدمه فعلا في الحياه اليوميه، وكمان تكون متسجله بصوت نيتيف سبيكر، يعني متحدث اصلي، عشان تاخد النطق والايقاع الصح من المصدر نفسه. وهنا بتيجي المشكله وتلاقي نفسك بتسال اتمرن على ايه؟ اجيب الجمل دي منين؟ واتاكد ازاي انها فعلا مفيده؟ وده بالظبط دور كتاب اهم 5000 جمله هتحتاجهم في الانجليزي، متسجل باكسنت امريكي 100% عشان تتعلم النطق الصح. وهتلاقي اكتر من 5000 جمله و40 محادثه جاهزين للاستخدام فورا بدون ما تحتاج انك تفكر. الجمل متسجله حسب المواقف عشان ما تضيعش وقت. الكتاب معمول بطريقه تخليك تتعلم بالسمع والتكرار لحد ما الانجليزي يخرج منك تلقائيا. كل اللي عليك انك تفتح الكتاب والماتيريال اللي جاي معاه، تسمع وتردد لغايه ما الجمل تطلع منك بشكل لا واعي. جاهز دلوقتي تبدا رحلتك للطلاقه؟ اطلب كتاب اهم 5000 جمله وهيوصل لك معايا 10 كتيبات مجانيه هتساعدك تتكلم انجليزي اسرع بمجهود اقل. This book has completely transformed how I speak English in a short time.